عالمنا بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد أبدا كما كان قبلها. نتحدث هنا عن فترة شهدت موجة هائلة من إنهاء الاستعمار وكفاحا مريرا وطويلا من أجل السيادة. في قراءتنا للمصادر التاريخية اليوم سنغوص في تلك المرحلة الحاسمة لنفهم معا كيف تراجع الاستعمار التقليدي وكيف استمرت حركات التحرر في تشكيل ملامح العالم الذي نعيش فيه اليوم، وكيف سعت شعوب بأكملها لكسر قيود الهيمنة. تماما، دعونا نلقي نظرة سريعة على مسارنا اليوم. سنبدأ بتفكيك المصطلحات الأساسية للاستعمار والتحرر، ثم ننتقل لفهم أهداف هذه الحركات. بعد ذلك سنستعرض أمثلة واقعية من آسيا، أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لنختم في النهاية بتحليل مواقف المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة. القسم الأول: مصطلحات الاستعمار والتحرر. قبل الغوص في التفاصيل والأحداث، من المهم جدا أن نضبط البوصلة ونفهم لغة تلك الحقبة. المصطلح الأول هو الاستعمار التقليدي. ببساطة، هذه هي الصورة النمطية التي تتبادر للأذهان: حملات عسكرية صريحة، احتلال فعلي، وتواجد مادي تفرضه الدول القوية لكسر إرادة الدول الأضعف والسيطرة على ثرواتها بقوة السلاح، تماما كما كانت تفعل الإمبراطوريات القديمة. لكن الأمور أخذت شكلا مختلفا تماما بعد الحرب العالمية الثانية، ليظهر ما تطلق عليه المصادر الاستعمار المقنع. لم يعد الأمر يتطلب دبابات في الشوارع أو جيوشا جرارة، بل أصبحت هيمنة من نوع آخر، هيمنة اقتصادية وثقافية وتكنولوجية. يعني استمرت سيطرة الدول القوية، ولكن من خلف الستار، عبر ربط الدول الضعيفة بهياكل معقدة. وهنا نصل لمفهوم الحكم الذاتي. هو أشبه بمسك العصا من المنتصف. نتحدث عن استقلال داخلي، حيث تدير الدولة شؤونها اليومية بنفسها، لكن السيادة الحقيقية تظل منقوصة. لماذا؟ لأن الملفات السيادية الكبرى والحساسة مثل الدفاع والسياسة الخارجية تظل بالكامل في قبضة الدولة المستعمرة. القسم الثاني: أهداف حركات التحرر. طيب، بعد فهمنا لأشكال الهيمنة المختلفة، ما الذي كانت تقاتل هذه الشعوب المتنوعة لتحقيقه؟ الأهداف كانت واضحة ومتقاطعة بشكل كبير بين كل هذه الحركات. الهدف الأسمى بالطبع كان تحقيق الحرية والاستقلال الشامل وطرد المستعمر، وترافق ذلك مع رغبة جامحة لإنهاء التبعية الاقتصادية والسياسية والإطاحة بالأنظمة العميلة. في النهاية، كل هذا الكفاح والتضحيات كان يصب في هدف جوهري واحد: تحسين المستوى المعيشي لشعوب عانت من الاستنزاف الممنهج لعقود. القسم الثالث: آسيا، الهند وفيتنام. دعونا نطبق هذا الكلام على أرض الواقع ونبدأ جولتنا من القارة الآسيوية. المصادر هنا تضعنا أمام تناقض مذهل بين تجربتين. في الهند نرى المهاتما غاندي يقود كفاحا سياسيا سلميا يعتمد على اللاعنف، العصيان المدني والمقاطعة الاقتصادية. وفي تناقض صارخ نجد فيتنام بزعامة هو تشي من كفاحا عسكريا مسلحا ومواجهات عنيفة وتكتيكات حرب العصابات. هذا يوضح ببراعة كيف تفرض ظروف كل دولة مسارا مختلفا تماما للتحرر. ولنفهم حجم المعاناة، لنتتبع الشريط الزمني. فيتنام. المواجهة المسلحة ضد فرنسا بدأت عام 1946 وانتهت بانتصار مدون في ديان بيانفو عام 1954. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد تدخلت الولايات المتحدة تطبيقا لسياسة ملء الفراغ، لتدخل البلاد في دوامة صراع دامية أخرى انتهت بانسحاب أمريكي عام 1973، ليتحقق التوحيد أخيرا عام 1975، ولكن بعد خسائر بشرية مروعة تخطت 1,000,000 ضحية. القسم الرابع: إفريقيا، الجزائر ومصر. من غابات آسيا ننتقل مباشرة إلى القارة الإفريقية لنستكشف مسارات تحررية لها طابعها الخاص. الثورة الجزائرية كانت نموذجاً مبهراً للعمل المنظم. سر القوة هنا كان في التنسيق المطلق بين العمل السياسي والعمل العسكري، مسنودين بدعم شعبي جارف. هذه الثورة تمكنت من تفكيك سياسة استيطانية استمرت لأكثر من قرن، لكن الثمن كان باهظاً جداً، حيث تشير المصادر إلى تقديم 1,500,000 شهيد ثمناً للسيادة. في مصر السياق يبني تسلسلاً مختلفاً للأحداث. التجربة انطلقت من الداخل عبر تحرك الضباط الأحرار للإطاحة بالملك فاروق في عام 1952، وتوالت الخطوات بسرعة من إعلان الجمهورية إلى توقيع اتفاقية الجلاء لإنهاء الوجود البريطاني.
ولكن الحدث الذي زلزل الساحة العالمية كان الخطوة الجريئة بتأميم قناة السويس في 1956 في محاولة لاستعادة السيطرة المباشرة على المقدرات القومية. القسم الخامس: أمريكا اللاتينية والثورة الكوبية. نعبر المحيط الأطلسي الآن لنرى كيف ضربت موجة التحرر سواحل الأمريكتين. الثورة الكوبية تقدم حالة دراسية فريدة واستثنائية. كاسترو وجيفارا أطاحا بنظام باتيستا المدعوم من الولايات المتحدة، والملفت حقا هو أن الثورة أسست دولة ذات توجه اشتراكي شيوعي على بعد أميال قليلة من السواحل الأمريكية. هذا التطور نقل توترات الحرب الباردة مباشرة إلى الفناء الخلفي لأمريكا، وبلغت هذه التوترات ذروتها المرعبة في أزمة الصواريخ الكوبية الشهيرة عام 1962. القسم السادس: الحرب الباردة ومواقف المعسكرين. دعونا نوسع العدسة الآن وننظر للصورة العالمية الشاملة لنرى كيف تفاعلت رقعة الشطرنج الجيوسياسية مع هذه الأحداث. هذا المشهد يضعنا أمام سؤال محوري وحاسم في خضم هذا الصراع القطبي العنيف: كيف تعاملت القوى العظمى مع هذا الغليان في العالم الثالث؟ تشير المصادر بوضوح إلى أن حركات التحرر وجدت نفسها وسط لعبة أمم كبرى. المعسكر الشرقي بقيادة السوفييت دعم هذه الحركات بهدف استراتيجي يتمثل في إضعاف الغرب وتوسيع نفوذه، بينما المعسكر الغربي عارضها بشراسة لحماية مصالحه، ولم يتردد إطلاقا في استخدام التدخل العسكري المباشر وابتكار سياسات مثل ملء الفراغ للحلول محل القوى الاستعمارية القديمة المنسحبة. طيب، هل بانسحاب الجيوش انتهت القصة وحصل الجميع على حريته؟ قطعا لا. تخبرنا المصادر عن مرحلة تسمى ترتيبات ما بعد الاستقلال. القوى الاستعمارية السابقة لجأت بذكاء لتأسيس تكتلات دولية بواجهات ثقافية واقتصادية، وهي تجسيد حرفي للاستعمار المقنع الذي تحدثنا عنه في البداية لضمان بقاء نفوذها. لنتأمل هذين المثالين البارزين: الكومنولث بقيادة بريطانيا والفرنكوفونية بقيادة فرنسا. الأهداف المعلنة تتحدث بجمال عن التنمية والتعاون الثقافي، لكن تحليل المصادر يشير بوضوح إلى أن الغاية العميقة كانت الحفاظ على الامتيازات الحصرية ونشر اللغة واستمرار السيطرة الناعمة على موارد الدول الأعضاء التي نالت استقلالها حديثاً. وأمام هذه الترتيبات الاقتصادية والثقافية شديدة التعقيد، نصل إلى تساؤل جوهري واستفزازي نختم به قراءتنا للمصادر اليوم: هل نالت دول العالم الثالث حقا استقلالها وسيادتها الكاملة، أم أننا ببساطة شهدنا تغييرا في شكل السيطرة من جيوش ودبابات إلى منظمات دولية وهيمنة ناعمة؟ مجرد سؤال يفتح الباب للكثير من التفكير حول شكل عالمنا المعاصر.